مباراة الجزائر وألمانيا كأس العالم 2014. تلك المباراة التي وقف فيها العالم كله يصفق للخضر، التي جعلت الجزائر تقترب من التاريخ، التي ما زلنا حتى اليوم نفتخر بها ونروي قصتها لأبنائنا. نوستالجيا، ذكريات، أحلام لم تتحقق يومها، لكن اليوم قررنا أن نغير مجرى القصة. لقد أضفت المنتخب الجزائري إلى اللعبة بأقوى مود ممكن، أقوى الفرق في العالم، بطولة كاملة من الصفر. هدفنا واحد لا غير: إعداد المنتخب الجزائري لكأس العالم القادمة. والآن، وقبل أن نبدأ هذه الملحمة داخل اللعبة، دعونا نعود بالذاكرة معا إلى مشاركات المنتخب الجزائري في كأس العالم، لنستذكر الأمجاد والآلام والدروس التي شكلت تاريخ الخضر. البداية كانت مع مونديال إسبانيا 1982، حيث حقق المنتخب الجزائري أول انتصار تاريخي على ألمانيا الغربية بثنائية تدرس في كتب التاريخ. لكن هذا الانتصار الباهر لم يكتمل، فقد أخرج الخضر بمؤامرة مشهورة أصبحت تعرف بفضيحة خيخون، حين اتفق المنتخبان الألماني والنمساوي على نتيجة أبعدت الجزائر عن التأهل. مؤامرة لم ينسها التاريخ ولا الجماهير الجزائرية. جاء مونديال المكسيك 1986 والمباراة التاريخية أمام البرازيل، مواجهة أسطورية أظهرت للعالم أن الخضر قادرون على منافسة عمالقة الكرة. وبعد غياب طويل عاد المنتخب في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لكن مثل خيبة أمل كبيرة لجماهير الخضر اللي كانت تنتظر الكثير. أما مونديال البرازيل 2014 فيعتبر بلا شك المونديال التاريخي للمنتخب الجزائري. ترشح الخضر للدور الثاني لأول مرة في تاريخهم، وقدموا أداء أسطوريا أمام ألمانيا في دور ال16. واليوم داخل هذه اللعبة نأخذ هذا التاريخ ونبني عليه مستقبلا أفضل. 8 منتخبات، مجموعتان من نار، بطولة استثنائية هدفها الوحيد إعداد المنتخب الجزائري لكأس العالم القادمة. هيا بنا أيها الأصدقاء، الآن حان وقت البداية الحقيقية. تتكون البطولة من مجموعتين قويتين، كل مجموعة تضم 4 منتخبات. يتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والمركز الثاني، ليتقدم 4 منتخبات إلى المرحلة الإقصائية. ستلعب المباريات في هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، ثم مباشرة ننتقل إلى نصف النهائي ونختتم بمباراة النهائي الكبرى. نظام صعب ومثير يحاكي الواقع تماما، وسيختبر قدرات المنتخب الجزائري على أرض الملعب أمام أقوى الخصوم. هل أنتم جاهزون؟ إذن لنبدأ الآن رحلة الخضر نحو المجد. الأسئلة كثيرة هنا والإجابات ستكون حاضرة، فلا تذهبوا بعيدا. كما كنتم، هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. محدثكم من كابينة التعليق فارس عوض يتمنى لكم مباراة ممتعة، وموعدنا اليوم مع مباراة في مرحلة الدور لهذه المنافسة. المنتخب الجزائري في مواجهة إنجلترا، ملعوبة إلى هندرسون، فرصة لبيلينغهام، تصدي رائع جدا لهذه الكرة، تمريرة خطيرة هنا، هاري كين وفرصة هدف الآن، والكرة في المرمى. لم يتأخر الهدف الافتتاحي كثيرا، عرف كيف يضرب الكرة في المرمى رغم كل المضايقات. رياض محرز، ملعوبة إلى رياض، ممكن أن تشكل خطورة. هل يتقدم بالنتيجة؟ ممكن هدف، والحارس يتصدى. والتصويبة خطيرة، يا رب
كرة في المرمى وهدف التقدم من جديد. عدت الكرة، فرصة التعادل ضاع. ممكن أن نشاهد الفرصة. يا رب، ما هذا السيناريو، ما هذه الدراما. هدف يأتي والرد يأتي عليه. نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية، وهذه إعادة الهدف بداية من الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز، ومن ثم الإنهاء الجميل. شاهد هذا التاكلينج القوي، بينية غير عادية. الهجوم يحتاج إلى الإنهاء. الله 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 الله، هدف يضع الفريق في المقدمة. انتهت الخطورة وينتهي التهديد. والسلام بلينغهام، الله الله، هدف هنا والرد يأتي سريعا هناك، ونعود إلى نقطة التعادل من جديد. تمريرة وفرصة متاحة للتسجيل. والتصويب، كرة تضرب في العارضة. يا سلام على التمريرة، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل، ما هذه الروعة. فرصة خطيرة لتعديل النتيجة، فرصة سهلة بتضيع على الفريق. والآن أمام مساحة كبيرة على طرف الملعب. خطيرة هذه الفرصة، هل تستغل؟ حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية. العوشيش مع التأخر في النتيجة ومرور الدقائق يجب استغلال هذه الفرصة قبل ضياع الأوقات. مواجهة نارية جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الإنجليزي في مباراة مجنونة بكل المقاييس. تسابق وتلاحق في النتيجة طوال اللقاء. محاربو الصحراء قدموا أداء بطوليا وهددوا مرمى إنجلترا في أكثر من مناسبة. لكن ورغم القتال حتى اللحظات الأخيرة انتهت المواجهة بفوز إنجلترا 4 أهداف مقابل 3. ملعب دوتشي بانك بارك، حيث تقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المميزة. هشام بوداوي، رياض محرز محاولة خطرة. هدف يأتي الآن، الهدف الافتتاحي يأتي في توقيت مبكر. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من الإنهاء، يا له من الكرة، رغم الضغط الكبير على الكرة، لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. بوداوي، الخيارات الهجومية المتاحة تشكل خطورة في هذه اللحظات. هل يسجل الآن؟ يا الله، من هذه المسافة تير شتيجن يتصدى بردة فعل وسرعة استثنائية. تمريرة فرصة متاحة للتسجيل. هذه كرة خطيرة على المرمى. الله على الفن، على الثقة، على المهارة، على التسجيل. هدف من كرة تطلع وتنزل في المرمى بالتأكيد. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة، ثم النهاية الرائعة من فوق حارس المرمى. الله على لمسة جميلة تحتاج لفنيات عالية. لا يندفع الفريق هنا في بناء الهجوم أمام المرمى. فرصة لتقليص الضغط بكرة خطيرة. مستحيل، الكرة في المرمى. كيرسي سجل، يصنع الحدث في هذه اللحظات. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، ومن ثم لعب الكرة الأرضية الصعبة جدا على حارس المرمى صاحلة. كرة خطيرة هنا. الله، كرة في
الدراما وتعيد الآهات في اللحظات الأخيرة. أي هدف وأي توقيت وأي تقدم وأي فوز في الطريق. المنتخب الجزائري دخل اللقاء بثقة كبيرة وقدم أداء قويا أمام جماهير ألمانيا، تبادل في الأهداف وصراع حتى اللحظات الأخيرة. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، جاءت اللحظة الحاسمة، هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، هدف أشعل الفرحة ومنح الجزائر انتصارا ثمينا ب3 أهداف مقابل هدفين. انتصار بطولي يؤكد أن محاربي الصحراء لا يستسلمون أبدا. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا في متابعة تغطيتنا الحصرية. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض، وسأكون معكم من خلال هذه المباراة. وموعدنا اليوم مع مباراة في مرحلة الجول لهذه المنافسة. المنتخب الجزائري يواجه منتخب الأرجنتين. هذه المباراة عنوانها حصد النقاط من أجل التفكير في المرحلة المقبلة. تجميع النقاط مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى تركيز من مباراة إلى أخرى. الدعم والمساندة تعطي الحلول. يا الله على تسديدة قوية فوق العارضة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب على هدف مبكر. يا الله على فرحة افتتاح النتيجة. شوف اللقطة مرة ومرتين، شوف المرور، شوف التقدم، شوف المراوغة، شوف المهارة الكبيرة. انظر إلى النهاية، الله على الهدف. تحكم كبير في الكرة وانطلاقة ممتازة. تسديدة من مسافة بعيدة. الكرة تمتد من العارضة، تمنعها من دخول الشباك. مناسب. اللعب مستمر بقرار من الحكم والأفضلية للمنتخب الجزائري. الخطورة قد تحدث الآن. ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. بطاقة صفراء على المنتخب الأرجنتيني. شوف دقيقة واحدة كوك بدل ضايع. تدخل خاطئ، قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. شاهد كيف سيتعامل مع هذه اللقطة. يمكن إلعاب الكرة بشكل أفضل. ليونيل ميسي. يا الله فرصة للتعادل. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء. غارناتشو، دي بول، لوتارو مارتينيز. فرصة من جديد لكرة التعادل. انتهت الخطورة بعد تألق دفاعي. صارت مرتدة تمنح الكثير من الخيارات الهجومية. فرصة خطيرة والآن يتصدى، كادت بأن تحرك الشباك. لآخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة. فرصة كبيرة للتعادل. انظر على هذا التصدي، انقاذ ممتاز للكرة. في هذا اللقاء هدف واحد يفصل بين الفريقين. ينتظر إمكانية كبيرة، ما زال يبحث عن طريقة ممتازة لهجمة مرتدة.